بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن ينعم علينا وعليكم بنعمة الإسلام والإيمان والراحة العيش الرغيد في هذا البلد الطيب المبارك تحت قيادة حكيمة وشعب وفي. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. غيرها فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الجمع جميعا، جميع من حضر، سواء من ربعنا بجماعتنا أو من ضيوفكم الكرام، سواء من قريتكم أو من غير قريتكم. نحن وأنتم أرحام وزملاء وأصدقاء وأحباب قبل اليوم. الرحم واللوازم بيننا قبل ما يخلق بعضنا، ولا نستطيع أن نعلمكم عن شيء يخفى عليكم في هذه الديرة. نحن وأنتم ديرتنا واحدة وأسواقنا واحدة وروحتنا وجيتنا واحدة، والحمد لله على كل حال. اليوم حضرت أنا وجماعتي، حياكم الله، دعوة كريمة منكم. مرحبا، الله يحييك. وإحنا نعرف أن في عندكم خاصة أنتم في العريس قد يكون تقيدتم ببعض الأشياء، حضور وما حضور. والله إنا حاولنا نحن أهل الطيبة أن نطبق هذا الموضوع، لكن والله ما استطعنا. هذا آخر وهذا قريب وهذا. أنا أدري أنكم أهل الضيفان وبتكرمونا وبتكرمون غيرنا ولا أهل الضيفان، لكن بعض الأشياء والله ما استطعنا عليها. وجماعتنا والله كثير منهم ما استطعنا ندعيهم. أول من لا نستطيع نكلف عليهم خارج المنطقة، وكذلك يعني تعرفون المسافات بعيدة، لكن اللي حضروا فيهم الخير. وفي هذه اللحظة الطيبة المباركة حضرنا بأمانة معززة أنا وجماعتي، معززة مكرمة عندنا أنا أحمد بن محمد البسام وأولاده. أمانة تصل إلى أهل الأمانة، أحمد بن بركات، واللي يمثل عريس هذه الليلة خالد بن أحمد. وأقول بلساني ولسان الجميع، نسأل الله أن يبارك لك يا ولدنا ويبارك عليكما ويجمع بينكم في خير، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. ولا أستطيع أطيل عليكم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جئتم والله يحييكم ترحيب البلاء، أرحام وأعواني من قبل. نسأل الله على نبي رب العرش العظيم أن يحييكم ترحيب السيف. الأرض وما فيها كل شيء معروف، الأسواق معروف.